السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ال الناس المغتربين يعني حظهم سيء جدًا إن كل الناس دايمًا شايفة إن هم خزنة أنا المفروض أفتح وأقلّبها، المفروض الناس دي نسلخهم، الناس دي نموّتهم، حتى الناس اللي بتقدّم MBA ما رحمتهمش، الناس اللي بتقدّم MBA عملت MBA للمغتربين، نصب. والله العظيم نصب. طيب أنا مش هاتكلم عن أسماء بعينها لأن في أسماء كبيرة ومعتمدة عاملة الجو ده. يا باشا أنت النهارده بتدوّر وأنت مغترب على MBA، يعني باختصار عايز MBA أونلاين عشان ظروف سفرك، الناس التانيين ولاد الحرام قعدوا يدوّروا إزاي إن إحنا نرفع على الناس دي التكلفة جامد جدًا ونقول لهم دي MBA للمغتربين. هو إيه الفرق بين MBA للمغتربين وMBA للي مش مغتربين لو أنا كده هادرسها أونلاين؟ يعني ما أنا ممكن أكون ساكن في الدقي وفي فرع للجامعة في الدقي بس أنا عايز أذاكر أونلاين، طيب أقول لك أنا بقى تعمل إيه؟ سيبك من الناس النصابين، سيبك من الناس اللي هم يعني عاملين زي أغنياء الحرب، سيبك من الناس اللي كده عايزين فلوس وخلاص وعايزين يشقلطوا المغتربين وخلاص. اتواصل مع الناس المحترمة عندك في الجامعات الخاصة زي الجامعة الصينية، وعندك في الجامعات الخاصة اي ثينك زي الفيوتشر، وعندك في الجامعات الحكومية اي ثينك زي جامعة طنطا تقريبا، وعندك جامعة الازهر. الناس دي بتقدم MBA اونلاين ومش حطاها انها للمغتربين ومش قايله انها بفلوس زياده، هي كل الحوار انك هتدرسها بنفس المبلغ اللي انت بتدرس بيه عادي جدا. MBA كلها اونلاين، بس في منهم كتير اللي هو بتنزل على الامتحان. انزل على الامتحان، يعني انزل بدل ما واحد تاني يستغلك. الناس بتستغل بعض وخلاص، وكأن المغترب ده يهودي ولا كافر ولا على غير المله. يعني انا مش عارف بصراحه، يعني ايه اللي يخليني برنامج MBA مثلا من ابو 50 60 الف جنيه اخليه ب 150 الف جنيه واكتب للمغتربين؟ يعني انتوا ضفتوا ايه؟ ما هو MBA اونلاين وخلاص. يعني الناس دي بتاكل بعض، ده حاجه، ده علم حتى يعني. فيا باشا ايها المغترب ما تنساقش ورا الكلام ده كله، مش هتفرق انت واخدها منين. انا قلت قبل كده ان الاعتماد الاول والاخير على نفسك وعلى شطارتك وعلى اجتهادك. MBA من كل الاماكن شبه بعض بشرط انهم يكونوا معتمدين، وانا قلت قبل كده دايما يستثنى الجامعه الامريكيه، فيما عدا ذلك كل على حد السواء، كله تقريبا واحد. الفرق بيرجع ليك انت كشخص في اجتهادك وفي مذاكرتك وفي دقبتك حوالين البحث دايما، وانك انت تدور كتير. فما تسعاش ورا الاماكن اللي عايزه تقلب منك قرشين وخلاص. روح الاماكن اللي انا او تواصل مع الاماكن اللي انا بقول لك عليها دي واسال، هتلاقي في اماكن تانية. انا مش ملم بكل الاماكن، ولكن ادرس في مكان بيدي MBA اونلاين وما تقولوش انا مغترب اصلا. في الاربع اماكن اللي انا قلتهم لك دول بيدوا MBA اونلاين وما بيقولوش للمغتربين، للناس الاغنياء، للناس الحراميه اللي كانهم بيعملوا فلوسهم بالسرقه. فانا مش عارف يعني في جامعات بتحب تشقلط الناس اللي بره من الاخر. ادرس في مكان يا باشا اونلاين عادي خالص، ولو في نزول على الامتحان انزل على الامتحان. لقيت مكان بيمتحنك من بعيد دور، بس انت مش هتلاقي. هتلاقي اللي بيمتحنك من بعيد ده اذا وجد اللي هم من الاماكن اللي هي بتحب تاخد منك فلوس زياده يعني. وربنا يوفقك ويكلل مجهودك بالخير ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.